وللوقوف على آخر التطورات في بيروت تنضم إلينا من ساحة رياض الصلح مراسلة الحدث الزميلة غنوة يتيم. غنوة، أهلا بك. يعني كيف يمكن وصف الأوضاع؟ كما نشاهد وصفت هذه المظاهرات بأنها الأقوى في بيروت، هل فعلا هناك محاولة لدخول السراي الحكومي؟ تفضلي. كان هناك محاولة لاقتحام شارع موازي للسراي الحكومي، ولكن بعد استخدام بشدة القنابل المسيلة للدموع نظرا لصغر عدد المجموعة التي حاولت الاقتحام، تراجع المحتشدون الذين أتوا صباحا وكان عددهم بالمئات، ومن ثم بدأت الساحة خلت من العدد الكبير من المحتشدين، علما أنه كان قد تم اختيار مجموعة استمع إليها رئيس الحكومة في السراي الحكومي، ووعدهم بأنه سيكون هناك اجتماع يوم الاثنين من أجل ربط رواتبهم بسعر صيرفة التي كانت قد حددت عليه قبل أشهر، أي 28,000. نحن اليوم نعلم بأن سعر صيرفة وصل إلى 90,000، وهذا يؤثر سلبا على رواتبهم التي يتم على رواتبهم القليلة أصلا. لذلك سيتم ربما اعتماد أو درس اقتراح اعتماد الرواتب التي قرر على أساسها يعني السعر عندما كانت صيرفة 28,000. جيزال، أريد أن أقول بأنه كان هناك توحدت مطالب المجموعات. سنستمع إلى أحد المشاركين. حسام، أنت قلت لي أنك كنت مع فوج الإطفاء، غادرت لبنان، صرت مهاجر اليوم، ولكن حبيت اليوم تجي وتشارك. ليه حبيت تجي وتشارك؟ أولا أنا صار لي سنتين تقريبا مهاجر على أمريكا. أنا هون هلأ زيارة أسبوعين. سمعت أنه في تظاهرة اليوم للمطالب المحققة للمواطنين جميعا، المتقاعدين وغير المتقاعدين. ممنوع الواحد يقول أنا جوعان، ممنوع واحد يقول أنا موجوع. كل هيدي الأمور بطلت مأمنة لهالشعب المعطر الموجود هون. أحد المسؤولين السابقين قال للعالم يلي ما عاجبه فل من هالبلد. نحن فلينا البلد الثاني، استقبلنا وفتح ايديه لاولادنا وعم بيعلموهم وكل شيء مأمن لهم هونيك. اوكي، بدي اسالك، اختلف كثير عليك الوضع؟ يعني سنتين رحت ورجعت، قد ايه اختلف عليك الاوضاع بلبنان؟ كيف شفت اهلك، عائلتك؟ اختلف كثير الوضع. القدرة الشرائية صايرة منعدمة عند العالم صايرة عم تفكر بالأرخص، عم تفكر ما عم تفكر بالنوعية، عم تفكر بالكمية مشان تقدر تعيش أولادها، مشان تقدر تستمر بهالحياة. حتى يعني الشعب أو رب العائلة بهمه شغلتين بالحياة، التعليم والطبابة. إذا هدول الاثنين مش موجودين بهالبلد، طب لشو بده يعيش هون؟ ما عم بفهم. شكرا لك. جيزال، أريد أن أقول بأنه كان هناك عدد من المجموعات التي يعني كان هناك رد إيجابي منها، إن كان متقاعدين من الجيش اللبناني أو القوى الأمن الداخلي أو الجمارك، أيضا بعد حراك 17 من تشرين بعض المدنيين. لذلك كان العدد كبير اليوم نسبيا مقارنة مع التظاهرات التي كنا نشاهدها في الأشهر الماضية. هل سيكون هناك استتباع يعني لهذه التظاهرات؟ هناك خطوات مقبلة من قبل المحتجين؟ يعني بما أنه كان هناك اليوم وعد على أن تكون الرواتب على سعر صيرفة، ربما سنشهد هدوء للشارع في الأيام المقبلة، ولكن بالطبع إذا كان هناك يعني إذا استمر التذبذب في سعر الصرف، التغير في سعر الصرف الكبير. يوم غد كان هناك ارتفاع ب 12% بسعر الصرف في السوق السوداء، صيرفة وصلت إلى 90,000. هذا كان سبب أساسي من الأسباب التي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية. طبعا المتقاعدين إن كان من الجيش اللبناني أو القوى الأمن الداخلي أو غيرهم يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، يصرفونها على صيرفة، ومن ثم يعني يأخذون الليرة اللبنانية، يذهبون إلى صيرفة يحصلون عليها بالدولار، ومن ثم يأخذون الدولار الذين حصلوا عليه ويأخذونه لصرفه مجددا من السوق السوداء. لذلك ارتفاع سعر صيرفة اليوم يؤثر سلبا عليهم، لأنه يعني بأن مدخولهم قد تراجع مع ارتفاع الأسعار. طبعا الصورة معقدة، ولكن تشبه يعني صورة ما نعيشه. نعم، مع الأسف. شكرا لك لكل هذه الإيضاحات. على كل حال سنكون في متابعة لأي مستجدات جديدة. من رياض الصلح كانت معنا مراسلة الحدث الزميلة غنوة يتيم.